واش كاين شي حد هنا؟ واش كاين شي حد هنا؟ واش كاين شي حد هنا؟ سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة التي نواكب من خلالها حالة الاستنفار القصوى التي تعيشها عدة أقاليم بالمملكة جراء التقلبات المناخية الاستثنائية. وفي التفاصيل نستهل نشرتنا من مدينة القصر الكبير التي تعيش ساعات عصيبة تحت وطأة استنفار أمني ومدني غير مسبوق، فبفعل الارتفاع المهول في منسوب وادي اللكوس وامتلاء سد وادي المخازن عن آخره، وجد الساكنة أنفسهم في مواجهة مباشرة مع خطر السيول. وعلى الفور سارعت السلطات المحلية بتنسيق من الولاية المدنية إلى تفعيل مخططات الإجلاء الاستباقي، حيث شملت العملية نحو 20 حيا مهددا، كما تم تطويق النقاط السوداء بحواجز حديدية لمنع الولوج إليها، مع تقييد صارم لحركة السير بالمنافذ القريبة من مجرى الوادي. وفي التفاتات إنسانية جرى نقل الأسر المتضررة إلى مراكز إيواء مجهزة بالخيام والضرورات الأساسية لضمان كرامتهم وسلامتهم في هذه الظروف العصيبة. وفي سياق متصل بسلامة المواطنين، أعلنت المديرية الإقليمية لتطوان انضمامها لقائمة المدن التي قررت تعليق الدراسة بجميع المؤسسات العمومية والخصوصية يوم الاثنين. ويأتي هذا القرار الاحترازي في ظل التوقعات الجوية المقلقة، لينضاف بذلك إقليم تطوان إلى كل من سيدي قاسم، القنيطرة، سوق الأربعة وسيدي سليمان. أما في العرائش فسيستمر التعليق إلى غاية السبت المقبل. ولضمان الاستمرارية البيداغوجية فعلت الوزارة الوصية نظام التعليم عن بعد وحصص الدعم لفائدة التلاميذ المتضررين. وختاما حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي من هبوب رياح عاصفية قوية تتراوح سرعتها بين 75 و 90 كيلومترا في الساعة بعدة أقاليم منها طنجة، تطوان والناظور. كما تترقب المديرية تساقطات ثلجية كثيفة قد تصل إلى 60 سنتيمترا بمرتفعات إفران، ميدلت وبولمان. هذا وشهدت أقاليم الشمال زخات رعدية طوفانية قد تتجاوز 80 ملم، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل إلى 6 درجات تحت الصفر بالمناطق الجبلية. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، نسأل الله السلامة للجميع. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.